في مثل بيقول تبات نار تصبح رماد، بس المثل ده نسي يقول انه تحت الرماد ده غالبا بيكون في نار خفيفة اللي هي لو نفخنا فيها كده نلاقيها بتولع تاني. فتعالوا نشوف المثل ده بطريقتين. اول حاجة، شوية النار الخفيفة اللي تحت الرماد دي احيانا بتكون بواقي خناقة، بواقي زعل. ممكن بقى بواقي الزعل او بواقي الخناقة دي مع نفخة خفيفة ترجع تبقى مشكلة كبيرة وموضوع كبير. تعالوا بقى نشوف المثل بموضوع تاني لو احنا بنحب نفكر ايجابي شوية، وده اللي انا عايز اركز عليه في الفيديو ده اكتر، انه ساعات بواقي النار دي بتكون بواقي طاقة او بواقي محاولات وتجارب. فساعات كتير نجرب حاجة ونحاول فيها اكتر من مرة ومش بننجح فيها، فيحصل لنا كده احباط ومش بنشوف من النار اللي والعة كانت جوانا لما كنا متحمسين واحنا بنشتغل واحنا بنسعى غير شوية الرماد اللي متبقي، اللي هو نقدر نقول عليه الفشل. وناسيين انه تحت الرماد ده في شوية محاولات خفيفة وشوية طاقة جوانا خفيفة مستنية بس اللي ينكشها او ينفخ فيها. ولو طبقناها على العلاقات هنلاقي ان ساعات اي اتنين متجوزين بيوصلوا لمراحل من الملل والفتور العاطفي او الروتين اليومي اللي بيخليهم ساعات ممكن جدا يزهقوا من بعض وما يشوفوش غير الرماد بتاع العلاقة. بس لو دوروا ونكشوا هيلاقوا تحت الرماد لسه في حرارة الحب اللي بينهم، حرارة الود اللي موجود في العلاقة. هما بس محتاجين ينكشوا شوية أو ينفخوا في شوية النار الخفيفة اللي تحت الرماد. علشان كده أنا جاي النهاردة أقول انكشوا في النار اللي تحت الرماد، بس عن شرط انكشوا عن نار إيجابية تنور الحياة وتدفيها، ما تنكشوش عن النار السلبية اللي بتولع الدنيا.